الجيري عندهم فرقه مليحه، ما شحال راهم يضيعوا يا خو. ماتشات الاولين ديال المجموعه او مهمين بزاف، حيت اللي غيتكاطا فيها هو الثاني غيلعب مع الاول ديال المجموعه اف اللي هي مجموعه الموت. بداو بالماتش الاول بالزربه قبل ما ندوزو للماتش المهم ديال الجزائر. بوركينا فاسو ربحت غينيا استوائيه ب2-1 في ماتش تقلب في اخر اللحظات. الماتش كان ناقص بزاف وغينيا استوائيه لعبت الشوط الثاني كامل 10 لاعبين، ولكن مع ذلك سجلوه من الاولين في الدقيقه 85 عن طريق انيبوا. ولكن في الوقت بدل ضائع بوركينا فاسو قلبات عليهم الطبله ودارت الريمونتادا. ميلونغو سجل في 95 وطابو صباح حسمها في 97 وعطى الرباح لبوركينا فاسو ودار الضغط على الجزائر. من بعد هادشي المنتخب الجزائري دخل الماتش ديال السودان بنيه وحده وهي الفوز، وبين هادشي من الدقيقه الاولى بهدف رائع من بناء عموره وبوداوي وفيناش رياض محرز. ومن بعد طرد صلاح الدين عادل في الاخر ديال الشوط الاول للسودان. عموره اللي من بعد المساهمه ديالو في الهدف الاول رجع وعطى اسيست اخر عالمي لرياض محرز في الدقيقه 61. الجزائر ختمت الماتش في الدقيقه 85 بهدف ثالث عن طريق مازا. واخا محرز ماركا جوج مرات، في رايي ديالي لوم دو ماتش هو محمد عموره اللي من غير لاسيست ديالو فتح اللعبه غوش ومتعنا بالعرضيات. بصراحه بالنسبه ليا المشكل ديال الجزائر هو هفوات دفاعيه لازم يحيدوها باش نمشيو بعيد في لاكوب. من بعد هاد جوج ماتشات هذا هو الكلاسمون ديال المجموعه او. الا عجبك الكونسيبت خلي لايك وفولو باش يوصلوك الفيديوهات الاخرين، وما تنساوش كيف ديما الكره في التيران والحساب عندي.